للاعبي النادي المصري وللجهاز الفني بقيادة الدكتور المحترم الدكتور ميمي عبد الرازق ابن بورسعيد وابن النادي المصري، مهمتكم صعبة للغاية، ولكن مش صعبة انك انت تفرح جماهير الكورة في بورسعيد، مش صعبة انك انت تفرح شعب بيستنشق كرة قدم، اكله وشربه ونومه بالبلدي كده هي كرة القدم. يوم السبت موعدنا مع الفرحة ان شاء الله بعد فوزكم وانتصاركم وتغلبكم على فريق عنيد محترم زي فريق فيوتشر وصعودكم وتأهلكم لنهائي كأس رابطة المحترفين. بالتوفيق لكم ان شاء الله، موعدنا مع الفرحة يوم السبت. المصري احنا الجمهور عنده حماس، يعني مش عايز اقول لك حماس رهيب المباراه دي يعني. فيا ريت الحماس ده انا عارف ان هو وصل لهم والناس شايفانا على السوشيال ميديا والناس عارفه احنا بنعمل ايه في الشارع وعلى الارض. انت جاي شايف الناس قاعده ازاي، الناس كانت من شويه احنا مش عارفين نقف يعني. فيا ريت الحماس ده يبقى للعيبه، قدروا الجمهور اللي جاي لكم يوم السبت، يعني جاي لكم يعني ليكم انتوا عايزين البطوله نحس بيها. في ناس شباب ما شافتش بطوله، احنا شفنا وعرفنا البطوله طعمها ايه. الشباب اللي جاي بقى عايز يستطعم بالبطوله وان احنا ناخد بطوله ونعدي الماتش ده. الماتش ده يعتبر لنا برضه هو العقبه، نعديه باذن الله وان شاء الله بمجهودكم وبجهدكم، واعملوا كل اللي في وسعكم، واحنا مش هنقول حاجه، احنا هنتقبل كل حاجه ان شاء الله، والفوز يبقى حليفنا وان شاء الله ربنا يكرمنا ويرجع الناس كلها منصوره وتبقوا انتوا تاج في الراس كله بالبورسعيديه. لاعب النادي المصري والجهاز الفني الكبير بقياده الكابتن ميمي عبد الرازق، عايز اقول لكم مباراه صعبه، مباراه مهمه، 90 دقيقه فرح شعب كامل، حالكم في جمهور غفير مسافر وراكم، ان شاء الله نرجع عشان نفيكم كبير ان شاء الله، ان ربنا يكرمكم وفرحوا البلد كلها وفرحوا جمهور النادي المصري. احنا عندنا ثقه فيكم، انتوا رجاله واحنا في ظهركم، ومعاكم وهنموت عليكم، وربنا يوفقكم وتفرحوا البلد باذن الله، وترجعوا بالنصر باذن الله وتجيبوا كاس الرابطه البورسعيد باذن الله، تفرحوا كل بورسعيد. لعبوا برجوله لان احنا جايين من ترحال طويل وبنشجعكم وسايبين مصالحنا علشانكم، فنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان انتوا بقى ترفعوا راسنا بقى وتبسطوا الجمهور اللي جاي لكم ان شاء الله. نوجه بس رساله ان شاء الله للعيبه يكونوا رجاله 11 راجل في الملعب، وان شاء الله دوركم في الملعب واحنا دورنا في المدرج، انتوا تعملوا اللي عليكم واحنا ان شاء الله هنعمل اللي علينا وزياده واكتر كمان، وتفرحونا ان شاء الله ببطوله غايبه عننا من سنين، وانتوا قادرين ان شاء الله ان انتوا تفرحونا ان شاء الله وتفرحوا بورسعيد بحالها باذن الله. رساله لعيبه النادي المصري، يعني يا ريت زي ما الناس زي ما انت شايف كده بقى لنا اكتر من شهر زي ما انت شايف كده قاعدين بنسجل للناس موضوع تذكرتي، بنسجل للناس في موضوع المصاب، بنسجل بنحاول على قد ما نقدر ان احنا يكون عندنا 3000 ان شاء الله في برج العرب يوم السبت عشان نمشي كرم ربنا سبحانه وتعالى وتوفيق ربنا ان احنا ان شاء الله نكسب ونصعد النهائي باذن الله. عايز اوجه رساله لعيبه النادي المصري ومجلس اداره النادي المصري. الرساله الاولانيه لعيبه النادي المصري كل رجاله في الملعب، في ناس سايبه بيوتها وهتقطع 5 ساعات سفر عشان تروح برج العرب، ان شاء الله هنسافر من الساعه 12 الظهر مش عارفين نرجع بيوتنا الساعه كام. يا ريت تكونوا حاسين بالمسؤوليه ان احنا سايبين بيوتنا وشغلنا ولقمه عيشنا عشان خاطر نروح حلم حلمناه مع بعض، ونفسنا ان احنا بورسعيد كلها تفرح كاس الرابطه ان شاء الله، او كاس الرابطه مش بطوله صغيره، كاس الرابطه هتأهلنا نلعب الصيف في الامارات ان شاء الله. بوجه رساله لمجلس الاداره ان شاء الله عايزين حد يقف على الباب عشان خاطر يسهل للجمهور الدخول مع الامن، بالتنسيق مع الامن عشان العدد كبير ان شاء الله. متوقع ان هو يحضر في برج العرب يوم السبت، لحد دلوقتي داخلين في حركه 2700 2800، ما عادش الا 200 وسيستم يقفل علينا. نتمنى ان شاء الله النهارده وبكره الناس تحجز عشان نقفل ال 3000 وبس. هو اللي باقي من عند ربنا سبحانه وتعالى التوفيق ثم الاجتهاد في الملعب، اللعيبه تعمل اللي عليها والنتيجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، وشكرا لك يا فندم.